ترامب وايران زي عيل بيلعب بولاعه في بنزين. اول ما مسك الحكم مسك الاتفاق النووي بتاع اوباما وقطعه حتت وبدا يطبق سياسه الخنق الاقتصادي. وفي يناير 2020 ضرب ضربته الثقيله باغتيال قاسم سليماني، والعالم كله حط ايده على قلبه من حرب عالميه ثالثه. نرجع بقى للمصيبه اللي احنا عايشينها دلوقتي. احنا في سنه 2026 يا صديقي، واللعبه وسعت وما بقتش مجرد تويتات. الراجل ده لبس امريكا والعالم كله في حرب مفتوحه. ومع مين؟ مع الفرس إيران. الترسانة بقى إيه؟ على ودنه ضربات تقيلة وصلت لراس النظام، وقتلوا المرشد الأعلى في إيران. وطبعا ترامب طالع في الإعلام بيتباهى النظام اتدمر والناس بتترجاني أوقف. لكن الحقيقة في الكواليس ترامب دخل الحرب دي بعقلية المقاول اللي رايح يخلص تقريبا صفقة سريعة، يضرب الضربتين وإيران تبصم على بياض. بس الايرانيين ايه؟ كانوا معلمين في لعبه النفس الطويل، بيلعبوها استنزاف. قفلوا مضيق هرمز، 20% من بترول العالم وقف، والبنتاجون بيطلب 200 مليار دولار زياده عشان يقدر يكمل المعركه. دلوقتي بقى المقاول واقف مش عارف يعمل ايه. هو اللي بدأ الضربه وهو اللي فاكر انه ماسك الريموت، بس اكتشف ان اللي بيحضر العفريت مش هيعرف يصرفه. بيكابر قدام الكاميرات، بس في الغرف المغلقه بيدور على اي مخرج قبل ما اقتصاده يقع، عشان التجديد النصفي قرب. اللي بيبدا الحرب بقرار مش دايما بينهيها بقرار يا صديقي، خصوصا لو بيلعب مع ناس ما عندهاش مانع تلعب على المكشوف لحد يوم القيامه.